سجل حجم التداول العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة 861 مليون و600 ألف درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محققا نموا ملحوظا بنسبة تجاوزت 159% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكشف تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن إجراء 6493 معاملة عقارية في فروع الدائرة، بينما بلغت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع 11 مليون و300 ألف قدم مربعة خلال الفترة نفسها، بنسبة نمو بلغت 11.9% مقارنة بالعام السابق. وتعكس هذه الأرقام حسب ما تؤكده دائرة التسجيل العقاري النمو الملحوظ في القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية، والازدهار المتسارع خلال السنوات الأخيرة نتيجة عوامل استراتيجية عدة وضعتها حكومة الشارقة ضمن رؤيتها التنموية الشاملة، كسبت من خلالها ثقة المستثمرين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. مرحبا بك. بداية لو تخبرنا عن حجم النمو الذي شهدته المنطقتان الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. طبعا سجل حجم التداولات العقارية في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة 861.6 مليون درهم. طبعا هذا مثل ما ذكرتي خلال الثلاث أشهر الأولى الربع الأول من عام 2025. طبعا هالرقم حقق نمو كبير بنسبة 159.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. نعم، ما هي العوامل التي أدت إلى هذا النمو الملحوظ والمتسارع خلال السنوات الأخيرة؟ طبعا يعود النمو إلى عدة عوامل استراتيجية وضعتها حكومة الشارقة ضمن رؤيتها التنموية الشاملة وأهدافها الواضحة. وطبعا من أبرز هذه العوامل الاستراتيجية مشاريع البنية التحتية المتطورة، التحديثات التي نراها في شبكات الطرق، وأيضا التوسع في الخدمات الحكومية والتحول الرقمي بشكل كبير، أيضا التسهيلات والحوافز والتشريعات، يعني التشريعات التنظيمية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال جاذبة وآمنة. وما ننسى طبعا جودة الحياة العالية في مدن إمارة الشارقة مثل مدينة خورفكان ومدينة كلبة والمنطقة الوسطى مدينة الزيد ودبا الحصن، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة وقرب هذه المدن في الحقيقة من مراكز مهمة. بلا شك، ما هي الخطط المستقبلية لتطوير القطاع العقاري واستمرار وتيرة نموه خاصة في المنطقة الوسطى والشرقية؟ أكيد هناك خطط تنموية طموحة تتماشى مع رؤى الشارقة المستقبلية ولها أهداف. أيضا من أهدافها تعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كذلك، أيضا فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري المتنوع والمستدام طبعا، بالإضافة إلى تقديم خدمات مرنة وذكية من قبل دائرة التسجيل العقاري لتسهيل وتسريع المعاملات للمستثمرين والمطورين والمواطنين كذلك. إذن عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، شكرا لك على هذه الإفادة.